هذه هي البقلاوه اللي حنديروها اليوم. دونك حبيتو تعلموا هذه البقلاوه تبعوني مباشره من الكوزينه تاع ماما، حنديروها بطريقه بزاف سهله. عندنا هنا 4 كيلات فرينه، الفرينه تستعملها هي تي 55 تاع ماما، 4 كيلات فرينه، كيله تاع نشا، كيله تاع مارغرين تكون دايبه وبارده، معلقه كبيره فانيليا، حبه بيض، ونطمو لاباس تاعنا بالماء والمزهر. هذا بالنسبه لاباس تاعنا. بالنسبه للحشو هنا تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا لوز، تقدروا ديروا خليط ما بين الجوز واللوز. انا استعملت لوز والجوز عمليك. دونك 3 كيلات تاع لوز، وعندنا كيله تاع سكر ناقصه، ونطمو الحشو تاعنا بالماء ولا بالمزهر عفوا. نقدروا نديروا شويه قرفه الا حبيتوا، يعني قلت تاع قرفه، ولا حبيتوا فانيليا، وتستعملوا واحد فيهم يا قرفه يا فانيليا، ولا ما حبيتوش ديروا كامل. دونك راح نعطروا الحشو تاعنا بالمزهر، وطبعا نسحقوا شويه تاع السمن وعسيله واللوز اللي راح نرشقوه من الفوق. يلا نبداو. طريقه التحضير تاع هذه البقلاوه راح تشوفوا سهله، ماشي شرط تكون عندكم البيتر ها. دونك تقدروا بيديكم تعجنوا لاباط تاعكم. هنا قلنا 4 كيلات فرينه، الكيله اللي حنكيل بها فرينه كيل بها كلش. نزيد شويه. هذه الكيله الاولى، كيله مايزينا فانيليا، وعندنا كيله تاع مارغرين قلنا تكون دايبه وتخليوها تبرد. هنا نزيد اليدان تاعي، نزيد حبه تاع البيض، هنا نص كيله تاع الماء ونص كيله تاع الماء، ونبداو نشبكو لاباط تاعنا. هاي لاباط بزاف هايله. شوفوا انا راح ندير 7 ورق من التحت، من بعد عندنا لافاس و6 ورق من الفوق. دونك دائما لافاس نحسبوها باللي ورقه اللي تجي من الفوق. دونك الا درنا 7 من التحت نديرو 6 من الفوق، الا درنا 6 من التحت نديرو 5 من الفوق، وهي رايحه. نحلوها بالنشا. هايك نحطو نشا هنا، نزيد دونك هنا دائما بالنشا نحكمو ماشينه تاع العجين. رقم 2 هي الاولى، من بعد رقم 4، نزيد هنا رقم 6، ونزيد رقم 7. شوفوا لاباط شحال شابه بزاف، شوفوا حرير. هاي دونك نحط لاباط تاعي هنا. شوفوا باش تكملوا البقلاوه تاعكم بكري، يعني تكونوا رابيد. نحل الورق ونحط، من بعد نحط في السنيره يكون دايب. نزيد شوفوا وحده قدام اختها، ولاباط دائما قلنا نخرجوها للسنيره. زين شوفوا كي تحلوا لاباط تاعكم كامل على جهه تبداو تخدموا، هكذا تربحوا الوقت وما تجيكمش واعره. هايليت صغار. من بعد ندير السمن، كيف هنا تحبوا تخرجوا لاباط تخرجوها، تحبوا ما تخرجوهاش معليش، تحطوا غير هنا في الوسط هكذا. وهكذا تكملوا حتى توصلوا 7 ورق بالطول بالعرض، بالطول حتى تكملوا 7 ورق
كامل اللي كنتو يعني حليتوهم. من بعد باش نديرو لافاس تاعنا. دونك هنا راح نشمخ برك. شوفوا توت قلنا يكون مزربع هكذا. نتوما شمخوه من قبل وغطيوه وخليوه باش هذاك السكر يذوب مع اللوز تاعكم ولا مع الكاوكاو تاعكم. يلا دونك ناخذ التنيوه تاعي نحط الحشو تاعي هنا. بون لي كيف هاي البقلاوه تاعنا. دونك درنا 6 من تحت من الفوق 7 من تحت. هاي ليك. دونك راح نوريكم كيفاش تقطعوا البقلاوه تاعكم على شكل نجمه. شوفوا واش نديروا. نقطع. شوفوا معايا نتوما باش تحفظوا هاد تقطع اطراسين. نحكم هنا النص. شوفوا هكذا. من بعد نزيد ندور. نزيد نحكم في الوسط هكذا حتى لهنا مفهومه. من بعد راح نحكم كل مثلث وحده هنا في الوسط هكذا. نزيد هنا ونزيد هنا ونزيد هكذا كيف كيف ونزيد هنا. هاي لك. يلا شوفوا دونك هنا نبداو نقطعوا البقلاوه تاعنا. نوريك لكم باش ما تغلطوش طراسيو مع الاول ومن بعد تبداو تقطعوا. هاي ليك. قلنا من بعد المثلث نقسموه في الوسط. شوفوا هنا طراسيتها هكذا. نجي منا نزيد هنا في الوسط نحبسها. نزيد هاي ليك وهاي ليك. صح. بون لي كيف بعد ما تقطعوها راكم تشوفوا ناخذ السمن. لكن هاي البقلاوه تاعنا الفرن تاعكم تسخنوه على 170 درجه. اوب حطوها طيب مده ساعه. من بعد راح تعسلوها بعسيله وحدها ما ديروش كامل المزهر. بون ليكيب هاي البقلاوه تاعنا حميمره ما شاء الله. حنا قلنا نعسلوها بعسيله وحدها ما نديرولهاش المزهر باش تقعد تكربش. هذه هي البقلاوه تاعنا اليوم. ان شاء الله تكونوا تبعتوا لي. قال لكم سلام.